ابنها قال لها أنا بتعاير بسببك، فكان رد فعلها ازاي وليه رفضت فلوس عادل إمام، وازاي تركها أصدقائها الفنانين دون الوقوف جنبها في عز مرضها. هنتعرف النهاردة عن صندوق أسرار نوال أبو الفتوح. نوال أبو الفتوح قبيل من مواليد 10/4/1940 من قرية العزازية بمحافظة الشرقية. عاشت طفولتها في قرية العزازية بالشرقية. كانت بتحب الموسيقى وكانت بتعزف على آلة الموسيقى الموجودة في المدرسة في الوقت الطفولة. وبعد شوية عاشت في القاهرة والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى لحبها كانت للموسيقى. حصلت فعلا على المعهد الموسيقى واشتغلت مدرسة موسيقى. وفي يوم من الأيام قابلتها زميلتها وقالت لها في مسابقة منزلها الفنان عبد المنعم مدبولي لاختيار وجوه جديدة على المسرح في التلفزيون، وبيختاروهم على أساس يمثلوا في المسرحيات معاهم. قالت لها ما تيجي نقدم، وطبعا هي كانت جميلة وقوامها ممشوق. ردت وقالت لها ماليش في التمثيل قوي، وفي نفس الوقت أنا حابة جدا الموسيقى. فراحت قالت لها خلاص تعالي معايا علشان يعني تكوني معايا وجنبي وأنا بختبر، وتكوني معايا في الوجوه الجديدة. فراحت معاها هناك. عرض عليها الفنان عبد المنعم مدبولي، لما شافها أعجب بيها واستغربت جدا إنها مش جاية تقدم في المسابقة، وقال لها انت تنفعي وناس هنا كتير جدا، وأقنعها إنها تدخل الاختبار، وقال لها لو نجحتي فيها هتكوني ممثلة بارعة. وبالفعل قدمت وعجبها كلام الفنان عبد المنعم مدبولي بعد ما أقنعها، وعملت اختبار صغير وبالفعل نجحت فيه، اللي عمله لها علشان تقوم بدور مسرحية المفتش العام. وعملت أدوار جولفتان هاني، وعملت دور في فيلم الزوجة 13. بدأت الأدوار تكتر حواليها، والمنتجين والمخرجين يعرضوا عليها أدوار كتيرة جدا. وطبعا ومن هنا توصفت واتعرفت بالبنت الشقية اللي بتعمل أدوار جريئة جدا. وهنا النوعية دي كانت بتعجب الشباب وقتها جدا، والمنتجين والمخرجين عايزين الأفلام تكون ناجحة بالنسبة للشباب، وهو ده اللي كان يهمهم. وهي طبعا كانت عندها جراءة. طبعا اتعرض عليها أفلام كتيرة جدا، منها فيلم 30 يوم في السجن مع أبو بكر عزت وفريد شوقي. اتعرفت واشتهرت كتير وكتير برغم أدوارها الجريئة اللي عملتها، وما حصلتش على دور بطولة مطلقة في السينما المصرية. اتجوزت مرة واحدة بس وأنجبت ولد وحيد اسمه أحمد من سمير أبو غدارة. وبعد 4 سنين جواز اتطلقوا وما اتجوزتش تاني. وهي في عز شهرتها عملت أدوار كتيرة جدا. وفي يوم من الأيام لقت ابنها بيعيط وسألته انت بتعيط ليه ومين اللي زعلك؟ قعدت تتحايل عليه وقال لها صحابي بيعايروني بالأدوار اللي انت بتعمليها وبتمثليها، وأنا زعلان جدا وبكون مكسوف منهم، معنتش قادر أوريهم وشي. ومن هنا حست إنها تكون في دور الأمومة أكتر من دور الفنانة، وقررت في الوقت ده علشان تختار ابنها، وتبتعد فترة كبيرة جدا عن التمثيل وعن الأدوار دي، وعلشان برضو تمسح الصورة اللي حطها في ذهنه. وطبعا الأدوار دي كانت جريئة جدا. وبالفعل بعد فترة رجعت في الأدوار الدراما التلفزيونية اللي نجحت فيها جدا. أخدت دور بطولة اللي مخدتهوش في السينما زي مسلسل الشهد والدموع، واشتهرت طبعا فيه بالست الشيك القوية. واكتشفت بعد فترة إنها عندها مرض سرطان في العظم في حالة متأخرة جدا، وقعدت في المستشفى المنيل فترة ما بين البيت والمستشفى، وصرفت كتير جدا على علاجها. الغريب إن الفنانين كانوا نادرا جدا لما حد يسأل عليها، وطبعا اتأثرت جدا وزعلت جدا ورفضت حد يساعدها في مرضها. الصدمة الكبيرة اللي سمعتها في الأخبار إن الفنان عادل إمام قال إنه هيتبرع بإيراد مسرحية بودي جارد لعلاجها. وطبعا هي حزنت جدا وما بتقبلش إحسان من حد حتى لو كان قريب جدا منها. وفي يوم الأخير من حياتها 10/4/2007 في نفس اليوم اللي اتولدت فيه، ورحلت عن حياتنا، ورحلت وهي حزينة جدا علشان أصدقائها ما كانوش جنبها. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة.